ازاي تبقي عروسه وما عندكيش من ده؟ هتستخدمي الحنه بتاعت بايجن، ودي البرفان المفضله ليا اخر فتره. التاتو ده اسمه التاتو الازرق. التاتو العادي لو اتعمل كده بيطلع، لكن التاتو دوت هو بالظبط زي الوشم. المرطب ده احلى مرطب شفايف فعلا جربته. عايزه اقول لك دوت هيقعد معاكي لحد تاني يوم، هيبقى شكلك تحفه. ازاي تبقي حلوه وقمر وانت حتى صاحيه من النوم؟ استحميتي وحطيتي المزيل، هترطبي رجلك وهترطبي جسمك وهترطبي وشك وهترطبي شفايفك. خلاص رطبنا كل الموضوع ده. مش هياخد دقيقه على فكره، عشان ما تقفوريش، لا مش هياخد دقيقه. وبالمناسبه بشكر البنت اللي رشحت لي المرطب ده. المرطب ده احلى مرطب شفايف فعلا جربته. انا اخر فتره جربت انواع كتير كانتش حلوه، ده تحفه. فخلاص هتعملي ايه؟ ترطبي كده وترطبي كده وترطبي كده بالبادي لوشن ورجلك، خلاص انت بقيتي مترطبه وفله. جيبي منتجات تكون بتنشف بسرعه، مش هنقعد ساعه بقى مدهونين كريم وننشف. هاتي حاجه بتنشف بسرعه، نضيفه مستحميه مترطبه. نخش بقى على الجزء الجمالي اللي في نفس الوقت ثابت معانا. احنا عايزين حاجه ثابته معانا طول اليوم. هتستخدمي الحنه بتاعت بايجن. هتجيبي الدرجه المناسبه ليكي، بس انا برشح لك تجيبي اغمق من الدرجه اللي انت عايزاها، لان هو بيفتحها على طول. هنجيب الحنه بتاعت بايجن دي هتعملي بيها حواجبك. عايزه اقول لك دي احلى حاجه، انها تقعد معاكي مثلا من 10 ايام لاسبوعين، حسب بقى انت هتجيبي انهي درجه، بس هتقعد معاكي بالميت اسبوع. فشكل حواجبك هتبقى طول الوقت حلوه. تصحي من النوم تغسلي وشك، هتستحمي، حواجبك هتفضل حلوه ومرسومه كده. شكل حواجبنا حلو، وده جزء كبير جدا من شكل الوش. خلصنا. تجيبي بقى تنت ثابت. تنت ثابت زي بتاع روزماري ده، تنت تحفه حرفيا. تنت بيثبت معاكي اكتر من 24 ساعه. يعني انا بحطه لحد تاني يوم. جيبي، انا برشح لك تجيبي 3 درجات، يعني انت ما تختاريش مثلا درجه معينه، لا كلهم حلوين. لابسه ترنج لايق عليه بينك تعملي ده، لابسه ترنج لايق عليه ده. المهم يعني هتحطي منه على خدودك وهتحطي منه على شفايفك، ولو مثلا نقطه كده على ايدك لو عايزه ايدك تبقى لونها بينك وقمر. عايزه اقول لك دوت هيقعد معاكي لحد تاني يوم، هيبقى شكلك. وده شكل التنت بتاعهم. خلاص كده حواجبنا شكلها حلو، وخدودنا شكلها حلو، وشفايفنا شكلها حلو. ولو اتوضيتي غسلتي وشك استحميتي، شكلك هيفضل زي ما هو. طيب يا هبه، بالنسبه بقى للجسم، الجسم لازم تبقى ريحته حلوه وفي نفس الوقت شكله حلو. ازاي تبقي عروسه وما عندكيش من ده؟ عايزه اقول لك ايفا منزله كوليكشن. بصوا في ايه، بصوا شايفين اللمعه؟ اللمعه دي جباره. تخيلي، غير ان ريحته تحفه، يعني انت شمي كل الروايح وشوفي في منه على براون، في منه على جولد، في منه على سيلفر، في منه اللي انت حباه. تختاري اللي هو هيمشي مع التون بتاع بشرتك وفي نفس الوقت ريحته حلوه. فانت هتعملي ايه؟ شايفين؟ بصوا اهو، هترجيه كده وترشي كده. شايفه اللمعه؟ البخه منه بتعمل حوار ده، غير ان ريحته تحفه. شايفه اللمعه؟ اللمعه باينه حتى على الهدوم، والله ريحته انثويه كده. انا عجبتني دي اكتر ريحه، طبعا انت براحتك ماشي. هتجيبيه، هو الرشه منه بتعمل فرح. فانت هترشي كده على دراعك ده ودراعك ده وكده، ماشي. هيخلي شكلك قمر بقى، هيخليكي قاعده بتنوري، حرفيا بتنوري. ده غير ان ريحتك جميله وثابته معاكي برده 24 ساعه. كده خلاص اهتمينا ببشرتنا. حاجه اضافيه، لو حابه تعملي شكل حلو يكون على الجسم زي التاتو. التاتو دوت فيه ميزه رهيبه. التاتو ده مش زي اي تاتو عادي. التاتو ده اسمه التاتو الازرق. التاتو العادي لو اتعمل كده بيطلع، لكن التاتو دوت هو بالظبط زي الوشم. عارفه الوشم؟ بس هو مش وشم، يعني هو حلال، يعني ما تقلقيش. بس هو فكرته ان هو زي الحنه، خلينا نقول زي الحنه، بس هو هيكون لون الوشم. بس هنقول زي الحنه في ايه؟ ان هو بيصبغ الجلد، يعني مش بيتقشر معاكي لما تعملي كده او لما تتوضي او كده. هو بيبقى صبغه الجلد مصبوغ بيها. اول ما بتعمليه بيبقى لونه كده، بيبقى لونه فاتح، وبعد ما بيقعد ساعه واثنين وثلاثه بتلاقيه بيغمق وبيقعد معاكي برده 10 ايام او حاجه. وبتختاري بقى شكل التاتو المناسب ليكي. عايزه اقول لك ان ده حلو جدا ليكي كعروسه، بس خليكي فاهمه ان انت لو عملتيه مش هيديكي الشكل في وقتها. هيقعد كام ساعه كده على ما يبدا يظهر وبيبدا يغمق واحده واحده. اول ما بتعمليه بتقولي ايه ده، وانا كده عامله حاجه، ده فاتح جدا. يقعد شويه هيغمق اكتر واكتر، ويعمل معاكي نفس شكل التاتو اللي هو بالوشم، بس هو طبعا مش وش. فتخيلي كده انت لابسه بيجامه او لابسه حاجه شكلها شيك في البيت او اي حاجه، وريحتك حلوه وبتلمعي وحتى تنت وحواجبك مرسومه. وخلينا في نقطه مهمه هقولها لك في الاخر، موضوع الشعر ده. بس بعد ما خلصتي ممكن تستخدمي بقى البرفن المفضله ليكي، ودي البرفن المفضله ليا اخر فتره. حرفيا بتختاري البرفن المفضله ليكي وبترشي بقى رشتين كده، كده انت بقيتي قمر. بالنسبه لشعرك، انت بقى هتقولي لي كده انا كلي حلوه بس شعري مش مظبوط، اصل شكلي مش جميل، اصل مش عارف ايه. ليه بتقولي شكلك مش جميل؟
شعرك كيرلي، شعرك ويفي، شعرك ليس، اهتمي بيه حسب طبيعته. ارجوكي بلاش تعملي اي وسيله فرد. وممكن تستخدمي كمان وسائل الفرد التقليديه في البيت، اللي هي زي مثلا تستخدمي فرشه بتاعت راش براش، تستخدمي مكوه كده على القصه وبقيه الشعر تسيبيه كده. على فكره الستايلنج بتاع الكيرلي دلوقتي بقى تحفه، فما تخجليش من شعرك. كان طبيعه شعرك اهتمي بيه على طبيعته، ما تحاوليش تألفي، الا بخلاف كده فترات كده ممكن تعملي حاجه فن تفرديه وتروحي كوافير تعملي. بس بشكل عام خليكي تهتمي بطبيعه شعرك زي ما هي، ترطبيه. لو هو كيرلي اعملي له ستايلنج كيرلي كده. ارجوكي مش طول الوقت لماه. عايزه اقول لك لو شعرك ده طول الوقت منفوش، حطي له حاجات مرطبه وفكيه، بطلي تلمي شعرك طول الوقت، لان كل ما تلميه غير ان هو هيرجع لورا هيبقى شكلك مش لطيف. تخيلي انت شكل شعرك حتى لو مش احلى حاجه، بس انت فرداه وعاملاه كده واهتميتي بكل خصله، ولولوتي كده واحده وحطيتي مش عارف ايه على شعرك، وحطيتي مثلا جليتر زي كده في حاجات مخصصه للشعر وهير ميست وكده، هيبقى شكل شعرك حلو حتى مهما كانت طبيعته. ولو شعرك ليس من غير اي حراره ممكن تعملي اللي هي الطاقيه او اللي بيقولوا عليها دواره او دوامه، بس دي تحفه لاي شعر ليس. خلاص انت كده هتبقي قمر في البيت، مش عايزه بقى اي كلمه تاني، مش عايزه نص كلمه، ثقتك في نفسك 1000. شكلك تحفه، مالكيش حجه، عايزه تتوضي، عايزه تصلي، عايزه تعملي اي حاجه، شكلك هيفضل قمر. مفيش حاجه هتعمليها كده هتشيل الميك اب ولا اي حاجه. ولو عايزه افكار للفيديوهات دي اكتبي لي تحت في التعليقات.